بقولك يا شوشو، ايه يا سوسو؟ البت ياسمين عز دي مش عايزة تجيبها البر، هتخلي الرجالة تهرب مننا ويتعوجوا علينا ومش هنعرف نتكلم معاهم خالص. عندك حق، عايزة تخلينا ملناش كرامة. طب والعمل ايه؟ مش عارفة، مفيش حاجة في دماغك ممكن نعملها؟ انتي طبعا شغالة في الإعلام وبرضه عندك قناة. فعلا والله أنا عندي فكرة بفكر فيها بقالي فترة، هشرحها لك وقوليلي ايه رأيك. قولي. أنا عندي مذيع كويس جدا، المذيع ده أجيبه يمين أجيبه شمال أطلعه فوق أنزله تحت، يجي زي ما أنا عايزة. المذيع ده على إيدي، أنا هخلي المذيع ده يعمل سيناريو حلو للبنات ويشكر فينا جدا وينافس اللي اسمها ياسمين عز دي. والله فكرة جميلة. مين هو المذيع اللي هيقوم بالدور ده؟ هتشوفيه بكرة. مساء الخير يا فندم، قالوا لي ان حضرتك عايزاني. ازيك يا عمرو، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انا عايزاك النهارده علشان اقولك على موضوع مهم جدا. خير ان شاء الله. موضوع ايه؟ انا بيني وبينك جاتلي فكرة وعايزاك انت تنفذها معايا. تحت امرك يا فندم. فكرة ايه؟ انا عاملة فكرة برنامج جديد وعايزاك انت اللي تقدم البرنامج. يا فندم انا معاكي في اي حاجة، تحت امرك يا فندم. مادام فيكوا تمنص والاعلانات هتكتر الدنيا هتبقى حلوة، انا معاكي على طول. معروفة عمورة، طول عمرك مادي. بص يا عمورة، انا عايزاك تعمل فقرة للبنات والستات بس، عايزاك تشكر فيهم ياما جدا، لان ياسمين عز دي مش عايزة تجيبها البر، انا عايزاك انت تبقى المنافس ليها. فهمت. تحت امرك يا فندم. ما تنساش يا عمورة، عايزاك تبدع وتشكر في الستات. اكيد اكيد يا فندم، اكيد، ده تحت امرك يا فندم. مساء الخير اعزائي المشاهدين. في موضوع مهم جدا لازم نتكلم فيه معاكم النهارده. الموضوع ده يا جماعه عن الستات. لازم تعرفوا ان احنا من غير الستات ما يبقاش لينا اي 60 لازمه. والله زي ما بقولك كده، من غير الستات احنا ملناش لازمه. لازم يا جماعه تعرفوا ان الست دي هي فاكهه البيت، هي العنصر الاساسي اللي بيتكون منه الاسره. وانت كراجل حمش كده داخل على البيت، عايزك تقابل مراتك كده هتقول لها ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انت جاي من الشغل تعبان وزهقان مخنوق، بقالهاش هي دعوه بالكلام ده. حبيبتي، اروح قلبي، عامله لنا اكل ايه النهارده؟ هترد عليك طبيعي جدا وتقول لك مش عامله اكل النهارده. اوعى ترد عليها رد وحش، لا طبعا. ترد عليها وتقول لها حبيبتي مفيش مشكله، هجيب لك ديليفري. ولما تيجي تنادي على مراتك في البيت ما تناديش عليها كده امونة امونة، لا 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 لا، ده انت تنادي عليها وتقول لها برقه كده يا استاذه، وتنزل مره واحده تقول منى، يا استاذه منى. اوعى تنسى يا استاذه منى. وعادي جدا لو واحد تاني اسم مراته اسراء تقول لها برضو نفس الكلام، يا استاذه اسراء. اسراء بالراحه كده وبلطف كده. لازم تعرف ان البيت من غير ست زي التليفون من غير نت. ولما تكون لسه جاي من الشغل قابل مراتك بطريقه ظريفه جميله، ما تطلعش عليها بوزك الشبرين وتقول لها انا لسه جاي من الشغل وتعبان وقرفان. الكلام ده ما ينفعش تقوله، ما تطلعهوش ابدا. لازم تقول لها حبيبتي اروح قلبي حاضر، وتسمع الكلام وتقول حاضر. خليك مطيع لزوجتك عشان تحبك. بالليل كده تاخدها وتفسحها، تجيب لها هديه حلوه، ومش اي هديه تجيبها لها، لازم تجيب لها احلى هديه في الدنيا. او ممكن تجيب لها عربيه، تجيب لها خاتم ذهب. معكش فلوس تتصرف، لازم تجيب لها احلى هديه. الزوجه المثاليه هي السعاده الحقيقيه. وبكده اكون خلصت معاكم حلقتي النهارده، اشوفكم بكره، سلام. العربيه بتاعتي فين؟ انا كنت راكنها هنا. ايه ده؟ مش هو ده الواد اللي عمال يقوم الستات علينا؟ ده انا مش هخلي فيه حتة سليمة، ده انا مراتي من ساعة ما سمعته طرداني من البيت. هو السواق بتاعي اتاخر كده ليه؟ الو يا شلاطة، اجمع الرجالة وتعالى بسرعة. تمام يا ريس. ايه يا معلم، في حاجة ولا ايه؟ جبتلك الرجالة وجينا يا ريس. بص يا رجالة، الراجل اللي ورايا ده شايفينه؟
ايوه شايفينه يا ريس، ماله؟ عايزكم تبقلشوه وتنعنشوه وتروقوه وتشخللوه وفي الاخر خالص تزفلطوه. تحت طب يا امرك يا ريس. ريس. معلم. تمام يا كبير، يلا بينا. ايه يا جدعان، هو في ايه؟ في ايه؟ في حرف جر هنقلبها عليك شر، وفي جماجم وحاجات بتهاجم عليها رجاله. الحقوني، خلاص حرمت. اي. اوه. اي.